هيكل سليمان فين وازاي؟ طب تعالى وانا اقول لك. في الحلقه دي هنرجع سنين كتير قوي لورا، واللي جاي احكيه لك النهارده عن هيكل سليمان من وجهه نظر يهوديه بحته. يعني انا دلوقتي مش رشا، اعتبرني رشين يا اخويا. بدايه الحكايه ترجع لملك اسمه طالوت. كان اليهود مش راضيين يعترفوا بيه نهائي، فجه النبي اللي نزل فيهم وقتها وكان اسمه صموئيل، وقال لهم ان آية حكم طالوت ده ان ربنا هينزل عليكم تابوت تحمله الملائكه من السماء. التابوت ده كان فيه لوحي موسى اللي محصور عليهم الوصايا العشر، وفعلا نزل التابوت وكان رمز مقدس جدا ليهم. يستهدوا بالله بقى كده ويهدوا؟ ابدا. طبعهم ولا هيشتروه؟ طبعهم. فلما نزل عليهم التابوت ده من السماء كان واجب عليهم ان هم يحافظوا عليه، ومن كتر حبهم فيه سموه تابوت العهد. اما حكم والله. طب يحافظوا عليه ازاي وهم اصلا تايهين في الارض؟ قال لك لا، احنا هنعمل له خيمه ونسميها خيمه الاجتماع. وكانت طبعا الخيمه دي غير ثابته، بتتنقل معاهم مكان ما يتوهوا، قصدي مكان ما يروحوا. وفي الروايات اليهوديه ان لما جه سيدنا داوود عليه السلام وفي بدايه حكمه حس كده بالذنب انه عايش كده في بيت فخم والتابوت موجود في الخيمه الفقيره دي. فقال لك لا والله ما ينفع، انا راح ابني له معبد او هيكل ويكون مقر للتابوت وكمان العباده. وفعلا بدأ في جمع المعدات والفلوس اللازمه لبناء الهيكل. ولكن جات له رساله من يهوه، ويهوه معنى الاله عند اليهوديه، انه ما ينفعش هو اللي يبني المعبد لان يديه ملطختين بالدماء. استغفر الله العظيم. دلاله يعني لكثره الحروف في عهده، وان الموكل لبناء المعبد ده او الهيكل هو سيدنا سليمان ابن سيدنا داوود. وفعلا وحسب روايتهم ان لما جه سيدنا سليمان بدأ في بناء الهيكل، واستمر بناؤه ناس يقول لك 16 سنه وناس يقول لك 7 سنين، وجاب حوالي 180 ألف عامل من سور في فينيقيا. وكل ده كان في عهد الملك الفينيقي حرام. والله حرام عليهم. المهم بقى ان اليهود قالوا لك ان الهيكل بعد ما انتهى سيدنا سليمان من بنائه كان قمه في الفخامه والاناقه، لدرجه ان الابواب والاسطح والارضيات كلها كانت مغطيه بالذهب. ولكن طبقا لرواياتهم اللي فيها شويه استصعاب كده ان هم عانوا في موضوع الهيكل ده لدرجه ان هم قالوا ان هو اتهد 3 مرات وتم اعادته من جديد. مره في عهد الملك نبوخذ نصر الملك البابلي، والمره الثانيه في عهد المقدونيين، والمرتين دول كانوا قبل الميلاد. اما المره الثالثه فكانت في عهد الرومان، وده طبعا بعد الميلاد. لدرجه ان هم قالوا ان الامبراطور الروماني يا حرام كان محول المعبد ده لمقلب للنفايات علشان يذل اليهود ويكسر لهم مناخيرهم. كل الروايات دي يا مؤمن من اليهود بس، مفيش ولا مصدر تاني يوحد ربنا اتكلم ابدا عن الهيكل. حتى الحضارات اللي قدروا ان هم ينتصروا بهدم المعبد ما جابوش اي سيره لانتصارهم، وده طبعا كان غير معتاد لان كل حضاره من الحضارات دي كانت بتفخر جدا بانتصارها على اي حاجه. يعني ولا مصدر غير اليهود قال انه اتبنى